بس انا عارف انك محتار وعايز تشتري موبايل فيها اقتصاديه ومش عارف تختار انهي موبايل من الموبايلات اللي موجوده في السوق. انا عارف ان الدنيا زحمه وبتاع، فالنهارده ان شاء الله خلصك من القصه دي كلها. معايا النهارده افضل 4 موبايلات بسعر 7000 جنيه: السامسونج اي 24، الشاومي نوت 12، الريلمي سي 55، واخيرا الفيفو اي 73. طبعا بعد كل نقطه هقول لك ايه الافضل من وجهه نظري من حيث الاربع موبايلات. هنتكلم طبعا في كل حاجه تخص الموبايلات دي، وايه افضل موبايل ممكن تشتريه وهل هيناسب احتياجاتك ولا لا، وهقول لك على اسعار كل موبايل فيهم. بس الكلام ده في اخر الفيديو طبعا. بس كالعاده ما تنساش تصلي على النبي، فاهم؟ اهم حاجه تصلي على النبي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، يعني روق عليا زي ما بروق عليك كده. ومن غير كلام كتير كده يلا بينا نبدا. خلونا نبدا بالعلبه. بالنسبه للسامسونج سلك يو اس بي من النوع تايب سي ودبوس معدني. والموبايل طبعا مع الموبايل ده هتضطر انك تشتري شاحن وجراب سيليكون شفاف لحمايه الموبايل والكلام ده كله، فدي معايير مهمه جدا لازم انك تهتم بيها. اما بالنسبه للريلمي 12 معاه شاحن بقوه 33 واط وسلك يو اس بي من النوع تايب سي عادي، زائد دبوس معدني وجراب ظهر شفاف لحمايه الموبايل. بالنسبه للريلمي سي 55 جاي بنفس الشاحن بقوه 33 واط وسلك يو اس بي عادي ودبوس معدني وجراب سيليكون شفاف. بالنسبه للفيفو واي 73 شاحن 33 واط سلك يو اس بي، كمان سماعات اذن وجراب سيليكون شفاف لحمايه الموبايل ودبوس معدني وكمان ضمان للموبايل. الفيفو هنا اعتقد انها مش حرمانه من اي حاجه، سماعات موجوده، جراب سيليكون شفاف موجود، شاحن موجود بسرعه 33 واط اكيد، كمان ضمان للموبايل. وده بالنسبه للي كان موجود في علب الموبايل. تعالوا بقى نتكلم في نقطه مهمه جدا وهي التصميم. كالعاده خلونا نبدا بالسامسونج جالاكسي 24. كتصميم فهو شبه اخواته الجالاكسي. انا شايف الصراحه ان مفيش اي انبهارات في الموضوع، لكن في نقطه عجبتني جدا في تصميم الموبايل ده وهي بروز الكاميرات اللي هتلاقيها بحجم قليل قوي، يعني مش هتحسها بارزه من ظهر الموبايل بشكل كبير، فاهم انت؟ هو ظهر الموبايل جاي من الازاز، ايوه انا معاك ان هو ارخص من المعدن والزجاج، بس الموضوع ده مقبول جدا والزراير كمان متينه. ومن حيث تقفيل الموبايل ده فهو ممتاز جدا، فاهم؟ لان في ناس كتير سالت على النقطه. تمام، زي اي موبايل من سامسونج مصنوع بره، بس للاسف مفيش شهاده مقاومه للميه والغبار في الموبايل. الريدمي نوت 12 ده مقارنه باخوات النوت فده تحس ان الدنيا جت عليه شويه. الموبايل جاي من البلاستيك والفريم كذلك برضه، بس فعلا تصميم الجهاز ده مبهر جدا، بعيدا بقى عن انه بلاستيك والكلام ده، تحسه ايفون الغلابه. جو الكيرفات في الموبايل ده مش موجود اطلاقا. بروز الكاميرات منطقي جدا، يعني مش هتحس ان هو بارز من ظهر الموبايل جامد، بس طبعا اهتم انك تحط الجراب الشفاف اللي شاومي ما حرمتكش منه. الريدمي نوت 12 بيدعم مقاومه قطرات الميه الخفيفه اي بي اس 53. عموما في الفئه دي يستحسن انك ما تعتمدش عليهم بشكل كبير في حته الميه. اما بالنسبه للريلمي سي 55 متانه وجوده الخامات المستخدمه في تصنيع الموبايل ده من البلاستيك، كاميرات كبار بارزين من ظهر الموبايل بشكل نسبي وسط فريم لاب. بالنسبه للفيفو واي 73 بص، هو تصميم الموبايل ده فعلا هيجبرك انك تحبه، فاهم؟ ده كده خامات فعلا محترمه جدا من شركه فيفو. ظهر الموبايل جاي من الازاز وعليه طبقه حمايه من البصمات والجو، يعني اوبشن البصمات مش هتلاقيه نهائي في ظهر الموبايل، ففعلا فكره الخامات المستخدمه في الموبايل ده تحترم جدا. بالاضافه طبعا للرينج لايت اللي شركه فيفو حطت تمسي علينا بيه ده. طب بقول لك ايه برجوله، فانت عملت لايك، طب عملت سبسكرايب، طب عملت كومنت حلو، ولا اي حاجه تقريبا من الحاجات دي؟ قدر المجهود اللي محطوط في الفيديو، يعني مجهود محطوط في الفيديو بتاع، يعني قدرني بلايك، فاهم؟ انت مش تخسر اي حاجه والله. حاولت. طيب اسيبك تكمل الفيديو. خلونا نشوف حاجه من الحاجات المهمه في الموبايلات دي وهي الشاشه. بالنسبه لنوع الشاشات الجالاكسي 24 جاي بشاشه اموليد بمساحه 6.5 انش بجوده فول اتش دي بلس بمعدل تحديث بيوصل ل 90 هرتز، وطبعا مع سطوع شاشه بيوصل ل 1000 نت، وده معناه كتجربه تحت اشعه الشمس مش هتواجه اي مشكله في النوت، فهتقدر تعتمد عليه لو انت دايما بره البيت وتحت اشعه شمس والكلام ده كله، فهيأدي معاك جدا. لكن شكل الشاشه مش افضل حاجه اطلاقا، النوتش قديم جدا وحواف اكبر من حياتي حرفيا، لكن كتجربه فعليه وده اللي يهمنا طبعا، لا سامسونج فعلا في حته الشاشات دي ممتازه جدا من حيث السطوع والكواليتي. الالوان فعلا مش هتحس فيها بولا غلط. اما بالنسبه للريدمي نوت 12 اموليد بمساحه 6.67 انش محميه بجوريلا الجيل الثالث مع سطوع شاشه بيوصل ل 700 نت، فول اتش دي بلس بمعدل تحديث بيوصل ل 120 هرتز. طبعا شاشه بفريش ريت 120 هرتز، ده معناه سلاسه كبيره جدا في السكرول اب والسكرول داون، والحركه هتبقى اسلس بكتير جدا من الشاشات اللي بتكون بتردد اقل من كده، ودي حاجه تميزه طبعا عن اي موبايل في الفئه دي، وده بناء على الارقام اللي انا شايفها قدامي طبعا، بس اعتقد ان هو يشتغل معاك في معظم الاوقات 90 هرتز بس بسبب المعالج. حقيقي تجربه الشاشه في الريدمي نوت 12 ممتازه جدا، بس انت اكيد فاهم ان احنا بنتكلم عن شاشه اموليد، فاهم؟ وده معناه طبعا دقه محترمه والوان ممتازه جدا. بالنسبه للريلمي سي 55 للاسف
شاشه اي بي اس بمساحه 6.72 انش، فول اتش دي بلس بمعدل تحديث بيوصل ل 90 هرتز، مع سطوع بيوصل ل 680 هرتز. بص انت اول لما تجرب انك تفتح محتوى على الموبايل ده هتحس انها فعلا شاشه اي بي اس، فاهم؟ بص هي الشاشه كويسه، لكن لو هتقارنها بالريدمي نوت 12 والجالاكسي 24 اللي هم جايين اصلا بشاشه اموليد، لا الريلمي سي 55 مش هيجي بكل تاكيد، فدي اقل شاشه ككواليتي وسطوع. وبما اننا بنتكلم عن الشاشه فاضافوا الدايناميك ايلاند الموجود في الايفون 14 برو، بس مش هتقدر تستفيد منه بشكل كبير طبعا، او مش موجود فيه امكانيات انك تقدر تستخدمها، هو بس بيبدا يشتغل معاك لما بتوصل الموبايل بالشاحن. اما بالنسبه للفيفو واي 73 شاشه اموليد بمساحه 6.44 انش، فول اتش دي بلس مع دعم خاصيه اتش دي ار 10 60 هرتز. هو الطبيعي في الفئه دي ان يكون معدل تحديث على الاقل 90 هرتز، مش عارف والله. احنا لو اتكلمنا بالعقل عندك المنافسين بيتكلموا في 90 هرتز و120 هرتز، وده اللي احنا شفناه لحد دلوقتي في الجالاكسي 24 والريدمي نوت 12. فالصراحه نقطه مش لطيفه خالص يا فيفو. اداء الشاشه طبعا من اموليد، فبالتالي هنشوف دقه ممتازه مع تشبع كبير جدا في الالوان، لكن طبعا الحركه مش هتبقى اسلس مقارنه بالموبايلات اللي في الفئه السعريه دي، لان الشاشه بتردد اقل. طيب لو هنتكلم في حجم الشاشات، اكبر حجم شاشه الريلمي سي 55، مركز ثاني الريدمي نوت 12، الجالاكسي اي مركز ثالث، الفيفو المركز الاخير. طبعا احنا كمستخدمين لما بنيجي نشتري الموبايل بنركز على حاجتين مهمين جدا، هي الشكل والكواليتي، بعيدا عن الريلمي سي 55 لان شاشه اي بي اس، فمقارنه بالموبايلات اللي موجوده معانا النهارده دي فلا هو لا افضلهم السامسونج لانه تفوق في نقطه الالوان والسطوع، بس طبعا الشاشه مش افضل حاجه. ملخص موضوع الشاشه ده، لو انت محتاج شكل شاشه واداء مقبول هات الريدمي نوت 12. بتستخدم الموبايل تحت اشعه الشمس كتير فخليك في الجالاكسي 24. وقع موبايلك كتير فخليك في الريدمي سي 55، لان لو لا قدر الله وقع منك او حاجه زي كده فدي هتكون ارخص بكتير جدا من الشاشات الاموليد. بالنسبه لعوامل الامان، بصمه الشاومي والسامسونج والريلمي على الباور، والفيفو على شاشه الموبايل. ادائهم متشابه بنسبه كبيره ومفيش فروقات في السرعه، بالاضافه للفيس انلوك اللي موجود في الاربع اجهزه، يعني ادائهم معقول كالعاده. اما بالنسبه للمعالج ودي نقطه مهمه جدا من ضمن النقط اللي المفروض نركز عليها في اي موبايل، السامسونج جايبه معالج من ميديا تك جي 99 بتكنولوجيا 6 نانو، شاومي جايبه معالج سناب دراجون 685 6 نانو، ريلمي سي 55 من ميديا تك جي 88 12 نانو، الفيفو من ميديا تك جي 95 بتكنولوجيا 12 نانو. عموما في كل الموبايلات هتاخد تجربه كويسه جدا من حيث الاداء، لكن افضلهم من وجهه نظر انا السامسونج جالاكسي 24، ويمكن افضل موبايل في الفئه دي من ناحيه الاداء. فمركز اول السامسونج جالاكسي 24، مركز ثاني الفيفو واي 73، الريلمي سي 55 وريدمي نوت 12. يعني الاداء متشابه جدا، يعني ممكن ما تقدرش تطلع اختلاف ما بينهم. بالنسبه لو انت جيمر بقى، ايه الموبايل اللي هيناسبك فيهم؟ كالعاده برضو السامسونج افضل اداء رسومي فيهم، مركز ثالث الريلمي تقريبا نفس الاداء بتاع السامسونج والفيفو، المركز الاخير الريدمي نوت 12. بالنسبه لسخونيه الاجهزه فافضلهم برضو السامسونج، اقل موبايل بيسخن فيهم. مركز ثاني طبعا الريدمي نوت 12 علشان عدد الانويه قليله عن الريلمي والفيفو. مع الفيفو والريلمي هتعاني في حته السخونيه، بس هيفضلوا ثابتين على مبدأهم، فاهم؟ يعني مش هيأثروا على استخدامك للموبايل. شاومي وسامسونج والفيفو ضايفين مايك اضافي لعزل الضوضاء، يعني لو في صوت مضايقك ولا حاجه، صوت عربيات وبتاع، المايك ده هيقدر يعزل الاصوات دي نسبيا. الريلمي سي 55 للاسف مش بيدعم الاضافه. بالنسبه لمدخل السماعات فالاربع موبايلات بيدعموا خاصيه ال 3.5 مللي، بالمناسبه نقطه السماعات في الاربع موبايلات مونو مش ستيريو. اما بالنسبه للبطاريه فشاومي وسامسونج والريلمي جايين بنفس البطاريه وهي 5000 ملي امبير. فملخص لموضوع البطاريه ده افضلهم من حيث الاداء السامسونج والريدمي. بالنسبه للمقارنه اللي هتكون ما بين شاومي والريدمي الفرق مش هيكون كبير، بس لو استخدامك عنيف هيكون في استهلاك اكبر علشان ال 12 نانو. المركز الاخير طبعا الفيفو لانه جايب 4000 ملي امبير فده الاقل. بالنسبه لسرعه الشحن فالريلمي والريدمي وفيفو جايين بسرعه شحن واحده وهي 33 واط. سامسونج للاسف مش معاه شاحن اصلا، واقصى حاجه ممكن توصل لها 25 واط بس. بالنسبه للشاومي والريلمي فهم ممكن يشحنوا معاك في ساعه تقريبا. الفيفو طبعا هيكون افضلهم في سرعه الشاحن لان البطاريه قليله، بس كان من الافضل طبعا ان هم يستخدموا بطاريه اكبر. وعاده سامسونج مركز اخير في سرعه الشحن. نيجي بقى لاهم نقطه وهي الكاميرات. عندنا 3 حاجات بناء عليهم بنكمل الكاميرا: التفاصيل، الالوان، الدايناميك رينج. واعتقد دول اهم 3 نقط لازم نركز عليهم في اي كاميرا موبايل. سيبك من الارقام دلوقتي وتعالى نتكلم في التجربه الفعليه لان دي اللي تهمنا بالفعل. رغم ان سنسور الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل في السامسونج والريدمي، الا انك هتاخد تجربه صور مش طبيعيه فعلا في الموبايلين دول. في اضاءه خارجيه تحت اشعه الشمس والكلام ده كله ممكن السامسونج يتفوق من حيث معالجه الالوان والسكين تول طبعا، وفعلا هتحس بشكل كبير جدا بواقعيه في الصوره. والريدمي كذلك، بس مركز تاني بعد السامسونج ده من وجهه نظري. اما بالنسبه للبورتريه او كاميرا العزل فالسامسونج والريدمي بيقدموا اداء مبهر جدا في البورتريه، يعني مش بيغلط غلطات كارثيه اطلاقا، تقدر تعتمد عليهم عادي تحت اي ظرف فعلا، سواء بقى في اضاءه داخليه او اضاءه خارجيه.
هيأدوا معاك جدا. الريلمي سي 55 احيانا بيغلط في البورتريه وما تقدرش تعتمد عليه بشكل كبير في حته البورتريه دي خالص. فعلا كاميرا العزل في الريلمي سي 55 كارثه، لكن الكاميرا الاساسيه في الاضاءه الداخليه هنا الريلمي تفوق عليهم كلهم. فعلا هتاخد تجربه صور في الاضاءه الداخليه من الريلمي مبهره جدا، بس كالعاده البورتريه فيه مش احسن حاجه. في وضع النايت مود الريلمي سي 55 افضل، او ممكن نصنفه كتصنيف اول. بالنسبه للسيلفي كالعاده مش هتاخد افضل تجربه سيلفي في اي موبايل من الموبايلات دي، او ممكن افضلهم برضو السامسونج. احيانا الريلمي وفيفو وشاومي بيغلطوا في الالوان، يعني التفاصيل مش هتكون افضل حاجه. الفيفو بيطلع صور لاسعه جدا. بالنسبه للاسعار السامسونج بيجي بثلاث نسخ. النسخه الاولى 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 6000 ونص تقريبا. النسخه المتوسطه او النسخه الثانيه 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 7300 جنيه. اخيرا النسخه الثالثه 128 مع 8 جيجا رام بسعر 8100. بالنسبه للشاومي بيجي باربع نسخ، 128 مع 4 جيجا رام بسعر 7000 جنيه. النسخه المتوسطه 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 7500 جنيه. النسخه ال 128 مع 8 جيجا رام بسعر 8000 جنيه. النسخه الاكبر 256 مع 8 جيجا رام بسعر 8800 جنيه. اما بالنسبه للريلمي متاح منه نسختين فقط، 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 6500 جنيه، وال 256 مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 7400 جنيه. واخيرا الفيفو اللي جاي منه نسخه واحده فقط، 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 8000 جنيه. فبس كده، قول لي تحت في الكومنتات لو انت هتشتري موبايل هتشتري انهي واحد فيهم. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وكومنتك الحلو. اشوفكم الحلقه الجايه على خير باذن الله. سلام يا باشا.